كنت ماضي للاهلي وانت في الزمالك قبل ما تروح او قبل ما يتم الاعلان بقد ايه؟ ما بلاش. لا لا لا، بس قول. لا كنت. بص يا جماعة، عشان نبقى متفقين، موضوع زيزو ده قتل بحثا زي ما بيقولوا، والموضوع انتهى وهو دلوقتي بيلعب في الأحمر وخلاص. بس تلف الأيام يا مؤمن بعد زمن الزمن وتكتشف فضيحة جديدة من فضايح الأحمر. اسمع كده الراجل ده بيقول ايه. اللي اتعرض عليك كل ده بنشوفه في الزمالك، ما مضيتش ليه؟ انت دلوقتي الاسطوره في الزمالك. معلش، اللي لعب واللي لبس شورت ما ينفعش يضحك عليه. فانا الموضوع ده مش هيخش في دماغي. انا متوقع او واثق مليون في المية الموضوع ده مترتب له من 3 4 5 شهور. زيزو متربط ومع والده، والموضوع خلصان يا اسلام من بدري. لا، مش من يوم وليله كده. فعلا. طبعا نجم الزمالك، النجم الاوحد في نادي الزمالك، والفتى الذهبي عند جمهور نادي الزمالك، والهداف وي 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 لما اخد صفقه زي دي من يوم وليله كده تعالى تك امضي في الاهلي؟ لا يا اسلام. تحتاج ترتيبات ومفاوضات ترتيبات ومفاوضات واسرار، وتعالى وروح هو انت البيت. كنت ماضي للاهلي وانت في الزمالك قبل ما تروح او قبل ما يتم الاعلان بقد ايه؟ ما بلاش. لا لا لا، بس قول. لا كنت ماضي بمده، يعني ب6 شهور كده، بس في المده القانونيه. حلو. كنت ماضي قبلها بقد ايه؟ بفتره. ايوه ماشي. قد ايه؟ ما خلاص، ما انت بطلت يا حبيبي، هتتوقف. لا اخلص. توقف مين؟ طيب. تاخد القتله. اه. هتبقى قتله للناس كلها. مم. سنه ونص. يا راجل، استنى اما اتعدل لك بقى. اظن دي بقى لا تقول لي بقى زيزو ولا ابو زيزو ولا دي يعني. سنة ونص كان فاضل لي سنه قعدت ونص تلعب. في الزمالك. سنة ونص قعدت تلعب في الزمالك اه. وانت ماضي للاهلي؟ واخد فلوس كمان. فعلا. اقسم بالله ما حق انا ما قلت التصريح ده الا مع اسلام. ده أكيد معظم الناس عارفاه، أو على الأقل الجيل القريب اللي قبل الجيل الحالي حضروا وشافوا. ده معتز إينو يقول لك أنا مخلص في الأهلي من وأنا فاضل لي سنة ونص في عقدي مع الزمالك. طب ده يعني دي مش فضيحه؟ لو هو كعاده اي حد دخل النادي الاحمر ده يقول لك اساله عن اي حاجه، هو يبقى هيهرتل بالكلام ويقول ويقع. بس في الاول يقول لك ما بلاش، بيفتكر ان مثلا ايه، لا هم محذرينه ما تتكلمش في الحاجه الفلانيه، ما تتكلمش مش عارف ايه. بس للاسف في بعضهم بيطلع عبيط وبيتكلم. خدت كام وقتها؟ 200,000 جنيه من ياسين منصور. استاذ ياسين كان هو قاعد في القعده عند الكابتن خطيب في البيت. شوف بقى حلاوته وجماله، وهو بيقول لك انا كنت واخد 200,000 جنيه كمان، يعني كان ماضي واخد فلوس. فيعني الناس دي ما بتختشيش، ما بتتكسفش. طب اللي حرضهم على كده ما بيتكسفش، طب هيقابل ربنا يقول له ايه؟ مالا الموضوع عدى وخلص وبقى له زمن الزمن. بس ده يدل على فساد منظومه معينه، وان في منظومه تانية يا عيني غلبانه مسكينه لازم تراجع نفسها، لانها بتاخد على قفاها كده وقاعده ساكته. والحاجه اللي تضايقك ان يبقى في رجل اعمال محترم عشان هو بيحب فريق او بيشجع فريق، والتاني لا، ساعد على حاجه مش قانونيه بالشكل ده. طب ايه يا جدعان، مش هتاكلوها حلال مره قبل ما نموت كلنا ونشوفكم يوم القيامه ولا ايه؟ مش هتاكلوها حلال مره؟ ربنا يهدينا ويهديكم.